هل خان العثمانيون العرب في الحرب العالمية الأولى؟ أم خان العرب العثمانيين في الحرب العالمية الأولى؟ الحقيقة لا هذا ولا ذاك. لم يخن العثمانيون العرب في الحرب العالمية الأولى، ولم يخن العرب الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. إنما بعض القبائل العربية في الحجاز اغترت بوعود الشريف حسين بأنه سيقيم ملكا وخلافة هاشمية بدل العثمانية بعد أن غذاهم الإنجليز بالقومية العربية. العثمانيون لم يخونوا العرب. من الذي قاتل في كوت العمارة في العراق؟ كان العثمانيون يقاتلون في البلاد العربية درءا للتقسيم، لأن سايكس بيكو قد انطلقت في عام 1916 هدفها تقسيم البلاد العربية. رفض العثمانيون هذه التجزئة ممن لا يحق له القسمة والتجزئة وممن لا يملكها. راسل جمال باشا الشريف حسين يحذره ويخبره بالمؤامرة التي صارت واتفاقية سايكس بيكو، لكن الشريف حسين أمر ابنه علي ألا يقبل توجيهات إلا من حاكم الإنجليز في القاهرة. كيف يكون العثمانيون خائنين للبلاد العربية وبلاد العرب وهم الذين قاتلوا في كوت العمارة في العراق وانتصروا على الإنجليز انتصارا باهرا؟ ومن ينكر هذا فليرجع للسجلات التاريخية وللإرشيف العثماني وللكتب التاريخية التي تكلمت عن حرب كوت العمارة. كيف يكونون خائنين للعرب وهم الذين قتل منهم قرابة 50,000 جندي عثماني في العقبة يدافعون عن فلسطين؟ كيف يكونون خائنين للعرب والقائد العثماني الشهم الأصيل علي سعيد باشا في اليمن انطلق من إب وجمع الجموع من إب والعدين وتعز إلى لحج وحشد الحشود ودعا المجاهدين لتحرير عدن من الإنجليز، وأسقط الطائرات الإنجليزية في لحج وفككها وحملها على ظهور الجمال والبغال وأرسلها إلى الإمام يحيى حميد الدين في صنعاء، ودعا الجنود الناس وأعلموهم بانتصار العثمانيين وفشل الإنجليز في لحج، وكاد أن يحرر عدن لولا سقوط الدولة العثمانية في اسطنبول. والمؤرخون اليمنيون المعاصرون كالقاضي محمد الأكوع في كتابه حياة عالم وأمير، والمتصرف العثماني في اليمن في كتابه عاديات اليمن، يذكر هذا وينصفون هذا الضابط العثماني الأصيل كيف كان مع القبائل اليمنية ضد الإنجليز. الصحيح أن العثمانيين واجهوا خطر التقسيم ورفضوا تقسيم البلاد العربية ونزعها من عباءة الدولة العثمانية. إنما بعض القبائل العربية التي اغترت بالشريف حسين، والشريف حسين الذي صدق الوعود الإنجليزية أن يجعلوه حاكما على العرب، فلما سقطت الدولة العثمانية خان الإنجليز الشريف حسين وقسموا البلاد العربية ثم نفوه إلى قبرص ليموت هناك شريدا منفيا. العثمانيون لم يكونوا قوة استعمارية، بل كانت دولة إسلامية جامعة ضمت تحت راياتها العرب والترك والأكراد وغيرهم، ولم يكن العرب خاضعين لها كدولة استعمارية، بل كانوا جزءا أساسيا منها. تولوا المناصب القضائية وتولوا المناصب الإدارية، بل وصلوا إلى رئاسة الوزراء في اسطنبول. الدولة العثمانية فقط واجهت خطر التقسيم في البلاد العربية، كانت تأبى وترفض أن تتقسم البلاد العربية وأن تصير دولا ودويلات. الثورة العربية كانت بتحريض بريطاني خالص، وها نحن نعيش نتيجتها وثمارها. الحاكم العثماني في الشام جمال باشا مع أنه من جماعة الاتحاد والترقي، لكن هل هو سفاح فعلا كما تطلق عليه القومية العربية؟ هل هو سفاح؟ جمال باشا كان الوالي في الشام أيام الحرب العالمية الأولى، والي عثماني على الشام. هل هجم على البيوت في بيروت ودمشق وأخذ الناس وأرسلهم إلى المشانق في ساحات بيروت؟ كلا، كانت الدولة تعيش الحرب العالمية الأولى والأعداء في الشرق والغرب والخيانات من كل مكان. اكتشف جمال باشا هناك من المعارضين العرب متفقين مع السفارات الأجنبية كالسفارة الفرنسية في بيروت، ويتفقون معها على إسقاط الدولة العثمانية في البلاد العربية، وعرف ذلك عندما هجم العثمانيون على السفارات وأخذوا الوثائق، فأخذوا بعضا من أولئك العرب المتآمرين فنصبوا لهم المشانق. وقل لي بالله، ما هو التصرف الصحيح الذي يمكن للحاكم أن يعمله عندما يكون في حالة حرب ثم يكتشف بعض رجاله يتآمرون عليه مع الدولة التي هو يحاربها؟
وما هي التهمة التي ستتوجه لهؤلاء غير الخيانة؟ من أراد تفاصيل هذا الأمر وما فعله جمال باشا فليرجع إلى كتاب صحوة الرجل المريض، وهي رسالة ماجستير موثقة. على الرغم من الثورة العربية فإن معظم القبائل والشعوب العربية لم تشارك فيها، بل بقيت موالية للدولة العثمانية، حتى الإمام يحيى حميد الدين في اليمن رفض أن يخرج عن الدولة العثمانية وهي في حرب، وبقي مواليا لها إلى أن سقطت. فلم تكن هناك خيانة عثمانية للعرب أو خيانة عربية للعثمانيين، وإنما هناك بعض القادة من العرب انضموا إلى بريطانيا وفرنسا، فيما ظل آخرون وهم الأكثر والأغلبية أوفياء للدولة العثمانية حتى النهاية. وكان الخاسر الأكبر هم العرب، الذين مجرد أن انتهت أو سقطت الدولة العثمانية جاءوا إلى البلاد العربية فاحتلوها وفعلوا فيها الأفاعيل.